السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الديل أو العكاوي حسب ما بتسميها. وأول حاجة هنحط مية كده ونقطع فيها طماطماية ونقطع فيها جزراية وبصلاية، ونبدأ بقى نتبل المية. نحط أول حاجة الملح والفلفل الأسود عشان الزفارة، ورشة بسيطة من الكمون. احنا مش عايزين كتير، احنا يدوب عايزين حتة صغيرة بحيث ان هي تضيع ريحة أي دم موجود في العكاوي. والحاجة الأساسية عندنا هنا الكزبرة الناشفة اللي بتدي ريحة للحاجة اللي احنا بنسلقها، تبقى تديها ريحة كده جميلة. وهنحط معلقة فلفل أحمر لأن احنا بعد ما نسلق الديل هنعمله في الصلصة، كده كده محتاجينه ياخد لون، وهنحطه في الشواية إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده ادي الديل بتاعنا احنا مقطعينه زي ما انتوا شايفين، ومعاه حبة من ومعاه قطعتين لحمة كده وقطعتين عظم كانوا موجودين عندي من الذبيحة، فحبيت اسلقهم كلهم مع بعض لان العكاوي طبعا الديل بيبقى قليل عشان يكفي الاسرة كلها. اول حاجة هنا هننزل بالديل او العكاوي حسب ما انتي بتسميها كده. ادي القطع الكبيرة بتاعت العكاوي، ادي هي هنا بتفصليها من المفصل، بيبقى هنا مفصل كده بتيجي بالسطور وتنزلي عليها تتقطع على طول. بعد ما حطينا كل الاجزاء عندنا في الحلة كده هنغطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي، وكل ما تحس ان هي لسه ما استوتش ومحتاجة مية تزوديها مية سخنة من الكتل. ادي شكلها كده بعد ما دابت. هنحطها مع صينية بطاطس او تحطيها كده وعليها طماطم بصل فلفل تضربيه في الكبة وتغطيها بيها كده وتدخليها تحت الشواية تاخد لون، وبألف هنا وشفا. هنا بعد ما العكاوي واللحمة اتسلقت كده طلعتها تبرد وهحطها على صينية بطاطس. اول حاجة هنا انا رصيت البطاطس بالشكل ده في الصينية، وبعدين هنطلع البرطمان المنجز بالنسبة لي. البرطمان ده انا ببقى عاملاه توم بصل فلفل طماطم كله ضرباه في الكبة وحطاه في البرطمان، اطلعه يفك واحطه فوق صينية البطاطس. انت ممكن تعملي كده كذا برطمان عندك وتشيليه في الفريزر، وقت ما تحتاجيه تطلعيه وتفكيه من غير ما كل شوية تقشري بصل وتوم وتضربي في الكبة وتعملي كل شوية. فانت هتطلعي البرطمان ده وتاخدي باللي انت عايزاه وتحطي على صينية البطاطس، وتبقى كل حاجة بمنتهى السهولة معاكي. ادي الصينية زي ما انتوا شايفينها بعد ما حطينا البرطمان اللي احنا عاملينه، وهنتبل التوابل اللي احنا عايزينها. انا رشيت هنا ملح وفلفل اسود، وبعدين هرص عليهم العكاوي. بعد ما رصينا العكاوي بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين، البطاطس مش بتاخد حاجة عشان تستوي، فيدوب احنا سلقنا العكاوي ومعاها اللحمة بتاعتنا وكل ده هيستوي. هتحطي عليه طبقة تانية من الخليط بتاع البرطمان اللي احنا عاملينه، طماطم فلفل توم بصل والتوابل زي ما احنا متبلين البرطمان كده، وتدخليها في الشواية بعد ما تستوي على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. وهنديها كبشة او كبشتين من الشوربة وولعي عليها البوتاجاز ولحد ما تحسي ان البطاطس تحت استوت، بعدين هتدخليها الشواية تاخد وش، وعلى احلى صينية بطاطس بالعكاوي ان شاء الله تدوقيها. وده شكل الصينية بعد ما استوت كده في الفرن، وادي اللحمة طيبة ودايبة معانا، ولا احلى كده صينية عكاوي بالبطاطس في الفرن. يلا جربيها واديني اشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة.